يلا ننط، هنحكي حكاية ونحفظ آية ونضحك ضحكة هنحكي حكاية ونحفظ آية ونضحك ضحكة يلا بسرعة تعالوا معانا نسمع ميرو هتقول ايه. يلا بسرعة تعالوا معانا نسمع ميرو هتقول ايه. مساء الخير اصحابي الصغيرين في كل مكان. درس ده وقته. اهلا بكم في برنامج قصائص ميرو، يذاع حصريا على قناة صوت الامل الدولية. معاكم مرسى، هتشوفوني كل خميس الساعة 7 بتوقيت مصر. اصحابي الصغيرين معلش ما تزعلوش مني، سناني وجعني شوية، بس كان لازم اقدم الحلقة النهاردة. يا رب تعجبكم. تعالوا معايا يا ولاد نشوف النهاردة هنحكي عن ايه وهنتكلم عن ايه النهاردة. الله، انا حوشت شويه حلوين. اروح بقى اخد اللي حوشته من العيديه واروح اجيب لي شويه شوكولاتات على مصاصه على اندومي على شويه حاجات حلوين. بس صراحه اقول للواد دودو يجي معايا علشان اجيب له حاجه معايا. يا دودو، يا دودو انت فين؟ انا هنا يا سمسمة، تعالي. ايه ده، انت رايحه تشتري؟ وانا كمان هروح اخد مصروفي وهشتري. يلا نشتري شويه شوكولاتات وشويه حلويات حلوين. بس بقول لك ايه، انا لو ماما عرفت تخرب الدنيا. انا لسه بتخانق معاها دلوقتي عشان كل شويه تقول لي ايه، تعالى اشرب اللبن، سلقان البيض وانا ما رضيتش اكل. فتعالي نتسحب كده قوام ونروح نشتري عند ميرو وناكلهم عند ميرو ومن غير ما تعرف. علشان ايه؟ هتقعد تقول لماما ايه، يا واد ما شربتش اللبن ليه، يا واد ما فطرتش ليه. وانا بصراحه انا هروح اشتري اندومي واشتري شوكولاتات واشتري مصاصات زيكي. يلا يلا قومي يا سمسمه قبل ما ماما تسمعني، وعشان انا سبت الفطار مش هفطر. يلا قوم يا ميرو. تعالي يا سمسمة، انا هنا. تعالي ادخلي. ازيك يا ميرو؟ ايه ده، مالك يا ميرو؟ انت دروسك وجعاكي ولا ايه؟ بتعيطي ليه وتعبانه ليه؟ مالك ماسكه وشك ليه يا ميرو؟ يا خبر ابيض، الف سلامه عليك يا ميرو. احنا بصراحه كنا رايحين نشتري شويه شوكولاتات واندومي وشويه حاجات حلوين من السوبر ماركت، علشان بصراحه انا جعان وانا ما رضيتش افطر عند ماما في البيت، وجيت اكلهم هنا. بس لسه هنروح نشتري، قلنا نيجي نميل عليكي علشان لو عايزه حاجه نجيبها لك من السوبر ماركت. ها، عايزه حاجه يا ميرو؟ لا لا، اوعى تشتري شوكولاتات ولا مصاصة ولا الحاجات دي، بلاش ارجوك. اسمع بس مني، انا دروسي وجعاني واتكسرت وعمالة احط لها حاجات حشو وحاجات زي كده ومش نافع برضو، واسناني كلها انا دي لي 3 ايام ببكي منها يا دودو. اوعي يا سمسمة تجيبي الحاجات دي. وبعدين مفيش احسن من الاكل الصحي واكل البيت. انا ما كنتش بشرب لبن انا وصغيره، ولا كنت باكل البيض، ولا كنت بحب اسمع كلام ماما حقيقي. وبعد ما كبرت ادينا اهو مش قادره وخلعتهم كلهم. علشان خاطري يا ولاد اوعوا تعملوا زيي، لازم تخلي بالكم من سنانكم، واي حاجه من البيت هتبقى كويسه ومغذيه. اهتموا بسنانكم، اغسلوا سنانكم كويس، وكلوا بيض وكلوا جبنه واشربوا اللبن، وزي ما ماما تقول لكم اعملوا. اوعوا ما تغسلوش سنانكم، اوعوا تعملوا زيي. لما تكبروا شويه، انتوا دلوقتي مش واخدين بالكم، بعد كده هتتعبوا صدقوني. خدوا الفلوس دي وهاتوا بقى حاجه مفيده او خلوها معاكم في الحصاله. يا دقدق روح يا سمسمه، كلوا اكل البيت لو سمحتوا. تقصدي ايه يا ميرو؟ يعني انت كنت بتاكلي حاجات حلويات زينا واسنانك باظت؟ طيب وبعدين احنا كنا رايحين نشتري، امال هناكل ايه؟ يعني انا لو كلت هيحصل لي زي كده يا ميرو؟ يا خبر ابيض، ده انت شكلك تعبان قوي. ايوه طبعا، مش كنت طفله زيكم وما كنتش بسمع الكلام، وكنت اجري اشتري مصاصه واشتري حلويات وشوكولاتات، وكل شويه اكل حاجات مش مغذيه واسناني تسوس واتعب واخلعها. لما كبرت الباقيين خلاص بقى اتكسروا، وبعدين مش متأسسين حلو، مفهومش غذا. لو حابين تهتموا بسنانكم فعلا هقول لكم تاكلوا ايه. بصوا، كلوا بيض، كلوا زبادي، واشربوا اللبن. لما تكون خلاص عايز تشتري حاجة روح اشتري بسكوت، افضل بكتير من المصاصة والشوكولاتة والاندومي والحاجات المش مغذية. اسمعوا كلامي عشان ما تندموش الندم اللي انا فيه دلوقتي. دلوقتي الدكاترة
مش عارفة تعملي حاجة في اسناني، حتى لو انا حشيتها او انا زرعت غيرها انا اللي هتعب يا ولاد. وكل صحابي اللي شايفينها دلوقتي اوعوا تروحوا تشتروا حاجات من سوبر ماركت، حلويات واندومي وحاجات مش مغذية وحاجات فيها سكريات كتير تضر اسنانكم. ولازم نسمع كلام بابا وماما، ولازم نهتم بالفطار كويس قوي، لازم نأسس سناننا صح علشان تكون صحية وتكون بيضة وتكون جميلة وقوية. وكمان حاجة تاني، لازم تروحوا تغسلوا اسنانكم الصبح وفي الليل. تعالوا هنسمع أغنية حلوة عن الفرخة وعن الخروف وعن الأكل بتاعنا الصحي، بتقول: فرختي يا فرختي فين البيضة هديتي، اللي هاكلها يا فرختي وهتنزل تملى معدتي. صحابي الصغيرين تعالوا نسمعها ونشوف نتعلم ايه فيها. وخلي بالنا يا ولاد، هقول تاني، اهتموا كويس أوي بالكالسيوم والأكل المغذي علشان سناننا تكون قوية. اسمعوا الأغنية، والشاطر اللي هيحفظ الأغنية ويبعت لي صوته بالأغنية وهو بيغنيها. ودلوقتي يا ولاد حلقتنا خلصت، أنا عملتها سريع جدا شوية علشان أنا تعبانة شوية مش قادرة أتكلم معاكم، بس هو تعملوا زي سمسمة ودقدق. خلوا بالكم من سنانكم واسمعوا كلام ماما واشربوا اللبن وكلوا بيض واغسلوا سنانكم كويس أوي واسمعوا الأغنية. دلوقتي أصحابي الصغيرين حلقتنا خلصت، هسيبكم تسمعوا الأغنية. وكان معاكم مرسى في برنامج قصايص ميرو، هيذاع حصريا كل خميس الساعة 7 بتوقيت مصر. يلا بقى يا صحابي اسيبكم بقى عشان سناني وجعاني. باي باي، اشوفكم الحلقة الجاية اكون خفيت. اوعوا تعملوا زيي، متشربوش اللبن، اهتموا بسنانكم. باي باي. لا يا ميرو، انا مش هشتري. لا يا عم دودو، انا مش هشتري. يا خبر ابيض، يعني انا لو هشتري شوكولاتات ومصاصات ومش هشرب اللبن ومش هاكل بيضه هيجرالي زيك يا ميرو؟ لا انا بخاف من وجع السنان. انا هاكل زي ما انت قلتي، وكمان هسمع الاغنيه. شكرا يا ميرو ان انت قلتيلي. وانتوا كمان يا اصحابي صغيرين، اوعوا تاكلوا حاجه تسوي سنانكم، ولازم تهتموا بسنانكم وتشربوا اللبن وتاكلوا بيض وتسمعوا كلام ماما وتغسلوا سنانكم حلوه قوي قوي، علشان لما نكبر شويه ما نعيطش زي ميرو ويحصل حاجات كتيره قوي هتتعبكم. عندك حق يا ميرو، انا مش هاكل شوكولاتات تاني ولا هاكل اندومي وهروح افطر زي ما ماما قالت، ومش هخلي كمان دودو يشتري حاجات وحشه. فرختي يا فرختي فين البيضة هديتي، اللي هاكلها يا فرختي وهتنزل تملى معدتي وهتنزل تملى معدتي. وانتي كمان يا جاموسة انا هديكي بوسة، وانتي كمان يا جاموسة انا هديكي بوسة. اديني كوباية اللبن ويا الزبدة المهروسة ويا الزبدة المهروسة. ما يا خروفي هاخد البدلة الصوفي، ما يا خروفي هاخد البدلة الصوفي. واللحمة انا هاكلها هأزازك انا وضيوفي، هأزازك انا وضيوفي.